السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح السعادة، يا صباح الشقاوة، يا صباح كل حاجة حلوة. هعمل معاكم بقى روتين النهاردة كده، وهعمل الفطار للعيال بقى الصبح بدري كده. قمت علشان افطرهم. وهعمل معاكم بقى روتين حلو قوي. هتشوفوا الفيديو للاخر وسيبولي تعليقات كتير تحت الفيديو. بحبكم كتير يا احلى عيلة في الدنيا واحلى اخوات. بحبكم اولاد، وبشكركم كتير كتير على تعليقاتكم الحلوه ليا ودعمكم للقناه. بحبكم كتير يا حبايب قلب زوزه كده من جوه والله يا اولاد. بصوا، الست بقى الفراشه زوزه واقفه الصبح كده هتعمل ايه؟ هعمل باميه يا اولاد. عملت كده معلقتين سمنه بلد وشويه زيت، وقمت حاطه بصلايه مقطعه بصلايه طبعا، وقمت فرمه الطماطم في الخلاط، وقمت حطاها بقى كده على النار على البصله. وطبعا مكعبين مرقة علشان يطعموا الصلصة معايا. بقى هعمل في الصلصة دي ايه؟ زي ما هي كده بالظبط هعمل فيها بامية يا ولادة. كان عندي البامية اللي انا كنت جايباها من عند ماما، زي ما كنت وريتها لكم قبل كده، ومخزناها في الفريزر. هقوم بقى ايه؟ حاطه البتاع الباميه على طول كده في الصلصه على طول. والله العظيم فراشه يا زوز، اي حاجه من ايدك حلوه. قطعت عليها في الصين توم ني في ني كده. بصوا، بحب اعمل الباميه ني في ني بصراحه، بتبقى حلوه قوي، بيبقى طعمها جميل. شايفين بوتاجازي والله بيلمع؟ ولا الباميه اهي زي ما انتم شايفين. من الفريزر والله ما كانتش فكت لسه، بس قلت بقى ايه هتفك كده مع نفسها في الصلصه. وهوطي عليها النار خالص. بصوا النار تبقى هاديه خالص علشان الباميه بقى تتشرب من الصلصه كده، وتاخد طعم الصلصه والتوابل الحلوه بتاعتنا. بس شايفين بقى بست في كل حاجه واروق كل حاجه وانا واقفه، عشان تبقى الرخامه جنب فاضيه وكل حاجه رايقه كده. عايزه اجيب والله ورق يا اولاد، من اللي هو بيتفرش على الرخامه ده، يغير شكلها شويه، لان الورق اللي عليها ده من رمضان. فعايزه اجيب ورق ان شاء الله. بقى هجيبه معاكم ووريهولكم ان شاء الله وانا بروق المطبخ. المهم بقى ايه؟ العيال قالوا يا ماما احنا عايزين ناكل بامية على الفطار يعني. فقمت قايله بقى ايه؟ هعمل لهم البامية. وانا بقى البامية تتعمل الاول على ما انا اكون خلصت بقية الفطار، تكون البامية بتاعتي بقى ايه اتسبكت كده وبقت عسل. هي البامية اصلا واخده لها غلوتين على النار زي ما قلت لكم، فمش هتاخد تسوية كتير. هنا قمت برضه جبت معلقة سمنة بلدي كده حلوة وفصين توم، وقطعت طماطميتين برضه. هعمل بهم ايه بقى؟ هعمل بهم بيض عجة يا ولاد، العيال بيحبوا قوي كده. وطبعا هو برضك حطيت فص التوم، من اللي هو برضك ني كده، في وقرن شطه اللي انا بقطعه ده قرن شطه يا ولاد. بصوا العيال بيحبوا اي حاجه حراقه. بصوا كنت عامله الفطار والله العظيم، وبصوا كل حاجه طلعت حراق. والله العظيم انت فراشه يا زوز، اي حاجه من ايدك حلوه، اي حاجه تعملها حلوه والله. برضه احط طبعا بطل كل حاجه. المرقه يا ولاد، مرقه الفراخ، هحط برضه مكعب مرقه كده على البيضه على الطماطم، بتطعمها برضه وبتخليها حلوه قوي يعني. وبرضه رجعت حطيت كمان مكعب مرقه على الباميه. وانا ما كنتش حطيت في الاول ولا ايه ولا ايه؟ هو انا بقول ايه؟ بصوا، هو انا معلش انا بعتذر لكم عن صوتي كده، هبطان وتعبان كده، وبصوا مرهقه خالص. انتوا مش متعودين مني على كده يا ولاد، متعودين ان انا فراشة كده ومزقططة كده وبصوا ومولعة الدنيا. بحبكم كتير. حطوا بقى لايك للفيديو لو وصلتوا لغاية هنا من الفيديو يا اولاد، وسيبولي تعليقات كتير. المهم بقى ايه؟ الشطة. بصوا كنت واقفة وعمالة بعطس اعطس، وبنت عمالة بتصورني بتقولي ايه يا ماما، ايه يا ماما امسكي نفسك شوية يا ماما. وقاعدة احط زيت. بصوا الزيت رخيص وكل حاجة رخيصة، والطماطم رخيصة والبصل رخيص وكل حاجة. بصوا كل حاجة رخيصة وفي متناول الجميع. كتروا كده وشوحوا كل حاجة ولا يهمكوا. والسكر رخيص، والبتاع الكافي اللي انا جايباه ده هو برضه رخيص. وبصوا دلعوا نفسكم يا اولاد، الدنيا حلوة يا اولاد، واحلى يعني. عيشوا ايامكم يعني، الدنيا جميلة والله. المهم بقى ايه؟ عملت لي كوبايه كفن او لقاء علشان هنفطر بقى كده. لازم نفوق الاول يا ولاد. بصوا الناس بتفطر اي حاجه خفيفه كده، احنا هنفطر باميه. ربنا يحميني النفس والله يا ولاد. والله بصوا حلاليف العيال دول حلاليف. المهم بقى ايه؟ بفقش هنا البيضه اهو، بيضه بيضه. آه بس بصراحه البيض والله طلع طعمه حلو قوي كده. وعلى فكره ده بيض بلدي يا ولاد.
اهو شايفين زوز ده بتقلب بحرفنة شديدة يعني. بصوا مش هتلاقوا لأي حد، بص مش هتلاقي الروتين ده عند اي حد تاني اللي عنده زوز ده بس. إيه، سيبولي بقى تعليقات كتير تحت الفيديو، وحبكم كتير يا ولاد، حبوا بعض يا ولاد، وحبوا نفسكم كده، ودلعوا نفسكم يا متدلعين انتوا يا مزقططين. اهو شايفين انا قاعده بلطم اهو على وشي، بقول لها بصي يا لقاء، بصي اشد في شعري يا لقاء، اسكتي ما تعصبينيش. صوري وانت ساكته. عارفين انا بزعق للقاء هنا ليه؟ عشان لقاء قالت لي انا هاكل يا ماما بيض عج، فعملت البيض العج على طريقتي، وهي مش بتاكل البيض. بصوا بتمسك البيض لازم تعمله في الطبق، تفقشه في الطبق كده الاول، وتشتل منه اي حاجه مش عاجباها، وبعدين تعمله بالطريقه اللي عاجباها. وبلطم على وشي اقول لها امال انت شايفاني بعمل يا لقاء من الاول ما قلتيش ليه ان انت مش هتاكلي منه؟ كنت سبتك انت اللي عملتها على طريقتك. لا بصراحة ولادي ربنا يخليهم ويحميهم ويبارك فيهم يا رب، ويبعد عنهم عينين الناس الوحشة. بصوا قرفني في عيشتي في الاكل. عايزة اقول لكم ان لقاء بنت انا بعيط لها كده بالدموع والله علشان تاكل، بقعد اتحايل عليها علشان تاكل، لما بصوا مسخوطة كده اهو. وبرضه كلت من البيض عشان ما تزعلنيش، ولقيتني زعلت بقى خالص، قامت قايله لي ومش هاكل، قامت واكله من البيض. بحبكم كتير.